السلام عليكم ورحمة الله. الوليد السيري يحييكم. قمر العش الضواي اسلم ابوي اللي الخصيم كواي بجر مسداري وبنم للأرباب ناظر القسم ساحة الحسام واللطم قمر السبوع خاف النجم. كلنا سمعنا الأغنية دي، وأنا الليلة حديكم نبذة بسيطة عن تاريخها، وهي حقيقة مربوطة بمعركة أبو طليح. وأبو طليح معركة فاصلة في تاريخ السودان. كانت بين القوات الإنجليزية القوات البريطانية جات تنقذ تشارلز جوردون أو نحن بنقول له غوردون باشا من حصار الخرطوم. المعركة كانت كانت يوم 17 يناير 1885 تقريبا قبل أسبوع من فتح الخرطوم في 26 يناير. والقوات البريطانية وصلت كورتي واتقسمت لقسمين. قسم كان بالبواخر النيلية، وقسم مشى بالصحراء بيوضة على أساس أنه يتلاقوا في المتمة ويواصلوا زحف الخرطوم. القسم المشى بالصحراء كان بقيادة السير هيربرت ستيوارت اللي هو أنا واقف ورا تمثاله ده في ميدان سان هانس. القوات دي وصلت تقريبا إلى منطقة أبو طليح اللي هي حوالي 32 ميل من المتمة، وزحفت لها قوات من شندي، قوات المهدي من شندي بقيادة حاج علي والسعد المعروف بجراب الراي، وترك أخوه عبد الله والسعد على المتمة لحمايتها. ويوم المعركة نفس يوم المعركة يوم 17 يناير وصل قوات المهدي بقيادة موسى وتحلو اللي هو الشقيق الأصغر لعلي وتحلو صاحب الراية الزرقاء، صاحب الراية الخضراء معليش. والمعركة طبعا كانت غير متكافئة بين قوات بريطانية مدججة بالسلاح بأسلحة الميدان والمدافع الصغيرة وكذا، وبين قوات المهدية اللي كانت معظمها بالسيوف والحراب. وكان عندهم البنادق بتاعت الرومينغتون دي بنادق قديمة بتطلق طلقة واحدة وبعد ذاك إلا يعني يحشوها بالرصاص تاني. لكن الهدف كان من الحملة هو تأخير الهدف من الحملة هو كان تأخير يعني وصول قوات النقد للخرطوم، وهي نجحت في كده تماما. الجدير بالذكر انه في المعركة دي الأرباب سعيد والسعد السعدابي قدر يصيب السير هيربرت ستيوارت ده إصابة يعني قاتلة، ما توفى في وقتها، اتوفى في 16 فبراير 1885. وقبل وفاته كان وصلته خطاب الترقية من وزارة الدفاع البريطانية، ترقيته لرتبة المشير، ونعت وزارة الدفاع وقالت عنه انه هو اشجع من ارتدى الزي العسكري البريطاني في الوقت ذاك.